في مبادرة وصفت بالتاريخية وقعت يوم الجمعة في باريس في فرنسا. الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اتفاقية شراكة مع حركة تقرير المصير في منطقة القبائل المعروفة باسم حركة الماك. ووقع عن جانب الرابطة التي يوجد مقرها في مدينة القنيطرة بالمغرب رئيسها التنفيذي، وعن حركة الماك أمينها العام المناضل والزعيم الأمازيغي فرحة مهني. وظهر من خلال شريط فيديو قصير إلى جانب رئيس الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة الحقوقي والمحامي المغربي البارز. وحركة تقرير المصير في منطقة القبائل وتسمى أيضا حركة الماك، وكانت تعرف قبل 3 أكتوبر عام 2003 باسم حركة منطقة القبائل، هي حركة أمازيغية قومية ومنظمة سياسية تسعى للحكم الذاتي في إقليم القبائل عن الجزائر. وتأسست الحركة بعد اضطرابات الربيع الأسود على يد الرئيس الحالي للحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في المنفى. صنفتها الحكومة الجزائرية في مايو عام 2020 كحركة انفصالية، وتطالب هذه الحركة باستقلال منطقة أو إقليم القبائل عن الجمهورية الجزائرية. وفي عام 2020 أعلنت حركة الماك من باريس عن تشكيل حكومة إقليم القبائل المؤقتة، وذلك لإنهاء ما سمته ظلم واحتقار وهيمنة الحكومة الجزائرية للمنطقة وأبنائها. ويواجه النظام العسكري المتهالك في الجزائر حقوق ومطالب شعب القبائل بالحديد والنار والمحاكمات الصورية. ويعيش النظام الدكتاتوري الجاثم على السلطة في الجزائر حالة انفصام مرضية، إذ بينما يرفض استقلال شعب القبائل، ويلاحق قادة حركة تقرير المصير في إقليم القبائل المعروفة باسم حركة الماك بأحكام المؤبد والإعدام، نجده يدعم بالسلاح والمال حركة البوليساريو الإرهابية وأسطوانتها المشروخة المتعلقة بوهم تقرير المصير في الصحراء المغربية. وتفاعلا مع هذا الهوس المرضي للسفير الجزائري لدى الأمم المتحدة حول موضوع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير المزعوم، وكذلك بشأن تصريحاته المشينة والافترائية تجاه المملكة خلال المؤتمر الإقليمي، انتقد في 14 ماي 2022 السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الدبلوماسي الجزائري الذي يعاني من سكيزوفرينيا بشأن تقرير المصير من خلال تذكيره بأنه مبدأ كوني ولا يقبل قراءة مجتزأة.